في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. خوان بيزيرا ضمن 6 لاعبين بالزمالك مهددون بالغياب أمام سيراميكا. يواجه فريق الزمالك أزمة محتملة قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا في الجولة الأخيرة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز، بعدما أصبح عدد من لاعبيه مهددين بالغياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء. ويأتي على رأس اللاعبين المهددين بالإيقاف كل من خوان ألفينا بيزيرا، ناصر منسي، أحمد فتوح، محمود بن تايك، الونش ومحمد إبراهيم، حيث يفصلهم إنذار واحد فقط عن الغياب عن المباراة الحاسمة حال حصولهم على بطاقة صفراء في مواجهة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة. ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال إلى التعامل بحذر مع هذه الوضعية من خلال توجيه اللاعبين لتفادي التدخلات العنيفة أو الاعتراضات التي قد تكلف الفريق غيابات مؤثرة في توقيت حاسم من الموسم، خاصة مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري. وتعد مباراة سموحة اختبارا مهما قبل الدخول في الجولة الختامية التي قد تحسم مصير الفريق في البطولة.